بكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن خبر مهم جدا، وهو حقيقة إصدار شهادات عائد 21% لمدة 3 سنوات، وشهادة 30% لمدة سنة في بنكين الأهلي مصري وبنك مصر. الإشاعة اللي انتشرت بقالها مدة، وفي أقاويل كتير عليها. في ناس قالت إن 30% هتبقى موجودة، وفي ناس قالت 21% هي اللي هتبقى موجودة. تعال ندرس الموضوع بشكل يعني بشكل منطقي، ونقول ايه الارجح اللي ممكن يحصل. طبعا احنا كلنا عارفين ان في اجتماع المركزي الشهر اللي احنا فيه، تمام. بعد الاجتماع ده هينتج عنه بنسبة 90% من المركز، طبعا عشان في تضخم، نسبة التضخم عالية جدا بسبب الشهادات اللي هي ال 25%. فاحتمال كبير هيبقى في شهادة هترفع، او في ان شهادة جديدة بعائد اكتر هترفع عن الشهادات اللي موجودة. طيب، ان في شهاده يبقى ب 30%، دي هتبقى صعبه جدا. يبقى في شهاده لمده 30% اللي هو بالنسبه عائد 30% لمده سنه، لان شهاده 25 كلفت البنوك مبلغ كبير جدا، وتكلفتها عاليه جدا على البنوك، مما ادى ذلك الى ان هيبقى صعب حاليا ان احنا نعمل شهادات 30% في الفتره دي. لكن اللي انا برجح اللي ممكن يحصل، وده الاقرب للمنطقيه، ان الشهادات 3 سنين 21% دي هتبقى بنسبة كبيرة جدا هي اللي هتم إصدارها، اللي هيرفعوا الشهادات 3 سنين، بدل ما هي تبقى 16 تبقى 21. الشهادة البلاتينية 3 سنين بدل ما هتبقى 16% هتبقى 21% بعائد شهري، أو طبعا هيبقى 21.5 بعائد كل 6 شهور. وده طبعا بيتفق مع قرب انتهاء اصدار الشهاده ال 25%، لان هي الشهاده 25% اخرها هيبقى الشهر اللي احنا فيه ده، اذا ما كانش مثلا ممكن يكون اللي هو يعني الاربع اللي قبل الاجازه، قبل اجازه عيد الشرطه. اللي ده هيبقى ايقاف شهادات اللي هي ال 25. بس الارجح والاكثر اللي هو الواقع ان هي هيبقى قبل نهايه شهر يناير، يعني قبل نهايه الشهر اللي احنا فيه سيتم ايقاف شهاده ال 25%، سواء السنه او ال 22 ونص لمده 3 شهور، اللي هي قصدي اللي هي الشهريه. اما بالنسبه لي الشهادات البلاتينية، اللي هو الشهادات البلاتينية اللي هي العقد ال 3 سنين ال 21%، فهي الأقرب للتطبيق، وسيتم تطبيقها ابتداء من أول الشهر اللي جاي إن شاء الله، اللي هو شهر فبراير. وهتبقى عائد شهري 21% دي 3 سنين، وكل 6 شهور يبقى 21.5. والأرجح إن يتم تطبيقها في بنكين الأهلي ومصر، مع إيقاف الشهادة 25% لمدة سنة، سواء اللي هي العائد شهري أو العائد السنوي. تمام. اما بالنسبه لشهاده 30%، احنا قلنا ان هي صعبه قوي ان هي تطبق اليومين دول، لان الشهاده 25 كلفت البنك الاهلي وبنك مصر مبالغ غير طبيعيه، او كلفت البنوك بمعنى اصح. بس اكثرهم هو البنك الاهلي وبنك مصر، لان هم خدوا اكبر حصه موجوده من السوق. تكلفه عاليه جدا عليهم، وده هيأثر طبعا بالسلب على البنكين. فصعب ان احنا اللي هو ان البنكين يصدروا في نفس الوقت شهاده 30% لمده سنه. ده هيخليهم يكلفوا تكاليف زياده، ده هيؤدي طبعا الى وجود صعوبة في سداد الفوائد بالنسبة للعملاء. فبناء عليه خلينا نقول ان الاقرب للمنطقية هي ال 21% اللي هو لمدة 3 سنين. ده وفقا لظروف السوق، اللي هو التضخم الموجود في السوق. يعني طبعا التضخم وصل تقريبا لحوالي 24%، وده طبعا رقم كبير جدا من التضخم نتيجه اللي هو الشهادات ال 25%. وان الغرض من الشهادات دي هي ان الناس تحجم عن الاستثمار في الذهب وفي الدولار، وتبدا تشتري في الشهادات اللي هي 30%، في الشهادات قصدي ال 21% او ال 25% اللي كانت موجوده. تمام. فدي حقيقة الخبر الخاص بإصدار الشهادات العائد 21% 3 سنين أو 30% لمدة سنة. ونعتكس في الآخر إن 21% لمدة 3 سنين هتبقى الأرجح في التطبيق، وابتداء من أول الشهر الجاي شهر فبراير هيتم إيقاف ال 25% وإصدار ال 21% لمدة 3 سنين بالشرائح بتاعتها. أتمنى تكون الحلقة فادتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.